مش كل الأكل ينفع مع هدف بناء العضلات. في أكلات ممكن تبطئ التعافي وتقلل الاستفادة من التمرين حتى لو بتتمرن بانتظام. أول نوع، الأكل المقلي بكثرة. الدهون المتحولة والزيوت المهدرجة بتزود الالتهابات في الجسم وبتبطئ الاستشفاء العضلي، وده معناه تعافي أبطأ ونتيجة أضعف. تاني نوع، السكريات العالية والمشروبات الغازية. السكر الزائد بيرفع إنسولين بسرعة وبعدها يهبط، وده بيأثر على الطاقة وبيزود تخزين الدهون بدل البناء العضلي. تالت نوع، الوجبات السريعة الفقيرة بالبروتين. سعرات كتير من غير عناصر بنائية، فالجسم بياخد طاقة بس من غير ما يلاقي مواد يبني بيها عضلة. رابع نوع، قلة الأكل بعد التمرين. مش أكلة بعينها، لكن تجاهل وجبة ما بعد التمرين بيزود تكسير العضلات وبيقلل التعافي. لو داخلين على رمضان، زي ما اشتغلنا قبل كده على محتوى الفطار الصحي، خلي المقليات والحلويات باعتدال وخلي البروتين حاضر في الفطار والسحور. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.